السلام عليكم خوتي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناه ناديه بولعايش. كيف نتوما؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. جيت نشارك معكم جوج تحليات، وحده نطياس وواحده بالليمون، كيجوا مزيونين وباردين. غنشاركهم معكم ان شاء الله يا ربي. خليكم معنا في المقادير وطريقه التحضير. عندنا نص لتر الحليب، وعندنا قشيره الليمون ها نتوما كتشوفوا، وواحد العويد قرفه، وجوج فانيات، والسكر على حسب الذوق. انا عندي 4 معالق اولا عملوا 3 على حسب الذوق. انا عملت 4 معالق. دابا غنعدلو الحليب يغلي. بسم الله. غنعملو نص لتر الحليب، غنضيف عليه 4 معالق السكر، 4 معالق السكر، وعويد قرفه، قشيره الليمون، جوج الشاسيات فاني. هذه الاولى، هذه الثانيه. نعرضوهم فوق البوطه وغنرجع معكم. من بعد ما غلى الحليب ديالنا غنخليه يدفى، وغنرجع معكم باش نعمل هادو. عندي 4 صفورة بيضات، وغنضيف عليهم 3 معالق مايزينا. من بعد غنخدم هاد الصفر البيضه ومايزينا مزيان، غنخدمهم غنخلطهم مع بعضياتهم. خدمت مزيان صفوره البيضات مع مايزينا، خدمتهم مزيان. دابا غنضيف عليهم هذاك الحليب اللي غليناه وبرد في تيوته، غير بقى دافي ماشي برد مزيان، بقى غير دافي. غنضيف عليهم هذاك الحليب، غنصفي الصفايه هيدا وغنخدم مزيان. بعد ما خلطنا مزيان حتى ينسجموا مع بعضيتهم كاملين، ثاني غنكبو في الكاسرونه ديالنا داك الخليط كامل. غنرجعوه وعاود غنرجعوه فوق البوطه باش يعقدنا الكريمه ديالنا. غنبقاو نحركوا الكريمه ديالنا حتى تعقدنا مزيان. هي الكريمه ديالنا بدات كتسقال تبارك الله، نتوما كتشوفوا. نطفيو عليها البوطه وعاود نرجعوا معكم ان شاء الله. ها هي الكريمه ديالنا وجدت. دابا نكبوها في كويسات. بسم الله. غنعمرو الكويسات ديالنا. بسم الله. كتجي مزيونه. هيا الطياس ديالنا وجدت. دابا غنزيدو لها نزينوها بهذا الكيكس هذا، نحضلوها لها هكذا في الوسط. غندخلها النيفيره خليها تبرد، ومن بعد غنرجع نعدل معكم واحد التحليه اخرى كتجي عاود مزيونه بالليمون. خليكم معنا. رجعت معكم التحليه الثانيه كتجي غزاله بالليمون ومزيونه. غنشاركها حتى هي معكم. غنحتاجوا واحد كريمه ذولاله 200 غرام، والحليب نيسلي حتى هو 200 غرام، جوج ليمونات غنعصرهم. غنعصر الليمون، هادو ما تضيعوهمش على حسب، باقي فيهم قشيرات مزيونين. حكوهم وحيدوهم الكيكه كلشي كيحتاجوه. غنكب هذيك 200 غرام اللي عندي الحليب نيسلي، حليب مركز. غنصفي هذاك العصير الليمون، غنكب بشويه. ضفت الليمون بشويه بشويه، كنحرك هكذا، كنخلط مزيان حتى كيدخل داك الليمون كامل في هذاك الحليب. وغنزيد عاوتاني هذاك اللي باقي، عاود كنحرك مزيان. غنخليه شويه في النيفيره بعد ما نخدم كريمه اخرى ونرجع معكم ان شاء الله. دابا غنكب الكريمه اللي كانت عندي في النيفيره، خصها تكون بارده حتى هي 200 غرام. انا كنعاود معكم المقادير.
غنخدم الكريمه ديالنا مزيان حتى نطلعوها ومن بعد غنرجع معكم. حنا خدمنا الكريمه ديالنا، ها هي تبارك الله. دابا كريمه هذه اللي خدمناها هي ظلاله، وهذه الليمون والحليب نسلي، ودابا غنبقى نضيف شويه بشويه، كنبقى نخلط مزيان وعاود كنضيف عاود بشويه بشويه، وانا كنحرك كنخلطوا الكريمه ديالنا مزيان حتى كتنسجم كامله مع بعضيتها كيف ما كتشوفوا. ودابا هذا كيكس عندنا مطحون، اما ماريا او لا اي كيكس اللي عندكم غنضيفوه هنايا. وغنضيفوا له الزبده مذوبه ونحركو مزيان. الزبده جوج معلقات هيدا جوج كواتر الزبده مذوبين، كنضيفوهم على كيكس. عندنا هاد الكويسات هادو اولا اي كويسات يكونوا عندكم كيجيو مزيونين، اي كويس يكون. انا عجبوني هادو عندي في الدار. دابا غنعمروا هذاك كيكس في الكويسه ديالنا، كنبقاو نضغطوا عليه هكذا وعاود كنعمر يخرى. هانتوما تسكيت عليهم مزيان حتى كتضغط عليهم مزيان حتى كيتساووا. ودابا نعمر البوش ديالي باش نحمر الكويسات. بسم الله. كنغطي عليهم هكذا كاملين بكريمه، كنحمر عاوتاني عليهم هيدا، كنعوضو مزيان من الطريفات. هما الكويسات ديالنا عمرناهم، غنزينوهم بهذا النويز ديال الليمون، نعملوا لهم هكذا الديكور. ومن بعد نعمل بهذا الليمون هذا اللي محكوك عاوتاني غنزوق يديه شويه. اللي من عشاق الليمون يعدل، انا كيعجبني الليمون بزاف. ها هي التحليه ديالنا، كيبقاو نعدلوهم في النبيره 4 ساعات باش كيبردوا مزيان وكيجيو مزيونين. والمذاق ما نقولكمش المذاق كيفاش كيجي، وبالصحه والراحه. ومن بعد غنرجع معكم الشكل النهائي مره. اختي رجعت معكم، ها هو الشكل النهائي، كيجيو مزيونين وباردين. وهذه هي المناسبه الصيف. هانتوما كتشوفوا تبارك الله بردت كتجي غزاله. وهادو عاوتاني د الليمون كيجيو مزيونين والمذاق ديالهم مزيون. وبالصحه والراحه، نتمنى يعجبكم ونكون في حسن الظن ديالكم. هانتوما كتشوفوا عاوتاني كريمه كيف كتجي واقفه، وهذاك كيكس كيجي في القاع تبارك الله. هانتوما كتشوفوا كيجي رائع وغزال. هذه د الليمون فنه. نقول لكمش المذاق ديال الليمون كيحمق. وهادو نطيس او كيجيو مزيونين كيجيو غزلان. هانتوما الحبايب ديالي شاركت معكم جوج التحليات، نتمنى يعجبوكم وبالصحه والراحه. حتى في الفيديو المقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.